تعال اقول لك على اكتر 5 ادوات بستخدمهم في الشغل بتاعي يوميا كل يوم. واحد من اكتر الاسئله اللي بتجيلي كل يوم: انت بتشتغل على ايه او بتستخدم برامج ايه؟ ايه الادوات اللي انت بتستخدمها في الشغل اليومي بتاعك؟ بتنظم محتواك ازاي، وازاي بتعمل الفانل وبتكتب على انهي اداه بالظبط؟ علشان كده انا حبيت اشارك معاكم النهارده 5 ادوات انا حرفيا بستخدمهم كل يوم. واحد: نوشن، او عقلي الرقمي. كل حاجة في شغلي بقسمها على نوشن: أفكار المحتوى أو السكريبتات أو خطط الحملات الإعلانية اللي أنا بعملها كل يوم، أو حتى ملفات العملاء وجداول المحتوى. وده اللي بيخليني مركز دايما ومنظم حتى لو عندي ضغطة شغل جامدة. اتنين: شات جي بي تي. بستخدمه زي ما هم بيقولوا عليه كمساعد ذكي شخصي ليا، بصيغ بيه الإعلانات اللي أنا بكتبها، بعيد بيه كتابة المحاور الأساسية في أي سكريبتات بستخدمها، بخليه يخلق لي زوايا أو أنجلز جديدة للمحتوى اللي أنا بقدمه، أو حتى بخليه يقترح لي أسئلة بسألها للجمهور بتاعي. وعلى فكرة، السر هنا مش في الأداء، السر في إنك إزاي بتسأله علشان يطلع لك الإجابات القوية اللي تقدر تستخدمها بعد كده. 3: كانفا برو، للتصميم السريع والتنظيم البصري. بستخدمه وانا بعمل ديزاينات مختلفه، برزنتيشنز، سوشيال بوست، او حتى لو استخدمته وانا بعمل ملفات PDF للكورسات بتاعتي. كانفا بصراحه بيخليك ويساعدك انك تطلع حاجه شكلها محترم، وفي نفس الوقت ما بيحتاجش منك خبرات كبيره سابقه. 4: سيستيمي اي او، وده اللي انا بستخدمه وانا بعمل الفانلز بتاعتي والايميل ماركتينج والاوتوميشن اللي انا بستخدمه في كل انواع الفانلز اللي انا بعملها. ده بقى بيظبط لي الدنيا كلها: صفحات الهبوط او اللاندنج بيجز، بحط عليه ليد ماجنتس وانا بعمل ليدز فانلز، او حتى لو عاوز اعمل فانل بسيطه سريعه بستخدمه فيه. قيمه عظيمه رهيبه جدا في اداه واحده بس بصراحه، خصوصا كمان لو بتبيع كورسات او بتقدم خدمات للناس. 5: الجوجل كالندر مع الكالر كودينج. كل ميعاد او جلسه او وقت كتابه او محتوى شخصي، كل دولت معاهم كالر كودينج وموجودين على الكالندر بتاعتي. وكل الترتيب ده الهدف منه ان انا يبقى يومي منظم ومرتب احسن. بيني وبينكم في الاخر المهم مش في الادوات نفسها، المهم يكون عندك نظام ثابت والادوات دي بتخدم عليه. قول لي كده في الكومنتات ايه من الادوات دي انت نفسك تبدا تشتغل بيها، ولو عجبتك اي واحده منهم قول لي وانا هسيب لك الرابط بتاعها في الكومنتات. السلام عليكم.